الشباب اللي تكلمت عليهم هذا الرقمنه، راه كاين شباب اللي ما لاقي كاع ما ياكل عادي. يفهمنا في الرقمنه، راه حنا ما مغطينش المغرب بالويفي. الا قرينا واحد التقرير اللي عطاته المندوبيه الساميه للتخطيط كيقول لنا على ان 3/4 الشباب خارج سوق الشغل، بمعنى على انه 76% من هؤلاء الشباب لا شغل لهم، وهذا في الحقيقه رقم صادم بالنسبه لنا وكيسائلنا كحكومه وكبرلمان. هؤلاء الشباب اليوم كيعيشوا في واحد الفراغ، يعني فراغ في سوق الشغل، فراغ في مجموعه من المجالات، خصوصا بالنسبه للمناطق الهامشيه والمناطق يعني اللي لا تنتج الثروه. مثلا المنطقه اللي كنمثلها وهي اقليم غوليميم كتحتل للاسف الشديد الرتبه الاولى وطنيا في نسبه البطاله، وهذا رقم مخيف. هذه المنطقه ديالنا، فما بالك بباقي المناطق؟ طبعا انا سعيد على انه هذا اول تدخل ديالي داخل هذه القبه المحترمه، وغادي يكون سؤال موجه خاص بالشباب. تعلمون السيد الوزير على ان المغرب الهرم السكاني ديالو كله شباب، ولكن للاسف الشديد هذه البنيه الشبابيه، الى قرينا واحد التقرير اللي عطاته المندوبيه الساميه للتخطيط كيقول لنا على ان 3/4 الشباب خارج سوق الشغل، بمعنى على انه 76% من هؤلاء الشباب لا شغل لهم، وهذا في الحقيقه رقم صادم بالنسبه لنا وكيسائلنا كحكومه وكبرلمان. انا كنتسال معكم السيد الوزير، ما هي الاستراتيجيه اللي غادي تنهجها الوزاره ديالكم لادماج الشباب ولاخذ بعين الاعتبار ان هؤلاء الشباب اليوم كيعيشوا في واحد الفراغ، يعني فراغ في سوق الشغل، فراغ في مجموعه من المجالات، خصوصا بالنسبه للمناطق الهامشيه والمناطق يعني اللي لا تنتج الثروه. مثلا المنطقه اللي كنمثلها وهي اقليم غوليميم كتحتل للاسف الشديد الرتبه الاولى وطنيا في نسبه البطاله، وهذا رقم مخيف. هذه المنطقه ديالنا، فما بالك بباقي المناطق؟ لهذا السيد الوزير، ما هي الاجراءات التي تنوي وزارتكم القيام بها، خصوصا بالنسبه للشباب اللي حاملين المقاولات المشاريع الصغرى والمتوسطه، واللي كيعرفوا اليوم واحد الكساد كبير جدا اللي كيدي بهم الى الهجره خارج ارض الوطن؟ تحياتي والسلام عليكم. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. حقا هو جواب خصني نجاوبك انا شويه وجاوبك سي سكوري كذلك، ولكن في ظل اختصاص وزاره الشباب بغيت نذكر بان ما غاديش نتكلم على الانشطه التقليديه اللي كتقوم بها وزاره الشباب، وانا كنتكلم على الانشطه الثقافيه، الانشطه الشبابيه، الانشطه كذلك الرياضيه، ولكن ركزت على واحد النقطه اللي هي مهمه ومهمه جدا. كلنا غير هذه سنه فاش درنا الحملات الانتخابيه ديالنا الا وان الشباب كانوا كيتكلموا على اشكاليه ديال التشغيل مباشره بعد تاسيس الحكومه، الا وفكرنا كيفاش قطاع الشباب يقدر يساهم بطريقته حتى هو باش يعاون الشباب ينخرطوا في سوق الشغل وفي المجال الاقتصادي، وفي نفس الوقت كيفاش نمكنوا هاد الديور ديال الشباب من انشطه جديده. احنا في 2022 وبالطبع المتطلبات ديال الشباب متغيره، فكاين هناك اليوم ننظم ورشات رقميه تستجيب لمتطلبات الشباب كالبرمجيه والروبوتيك، الكودينغ والروبوتيك، وكذا اعداد فضاءات بدور شباب مخططه للالعاب الالكترونيه، الجيمنج، وتنظيم مسابقات الكترونيه. كذلك كاين هناك برامج لرياده الاعمال الاجتماعيه والابتكار بشراكه مع اليونسكو، ويهدف الى تعزيز الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب ما بين 15 و 24 سنه وتحقيق المساواه بين الجنسين. كاين برامج اخرى بشراكه مع الامم المتحده للتنميه، ويهدف الى دعم تطوير المبادرات الشبابيه وتعزيز مشاركه الشباب ما بين 15 و 30 سنه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه والابتكار الاجتماعي في المناطق الحضريه والقرويه. وواحد المشروع مهم جدا يلاه بديناه بشراكه مع المكتب الشريف للفوسفات ووزاره الرقمنه اللي هو سميناه يوكود، وينص على احداث مدارس رقميه من جيل جديد تقدم تدريبات مهنيه لمده سنتين لفائده الشباب الذين لا يتوفرون على شهاده او اي مهاره تقنيه، وذلك كنتكلم على لينيت، وذلك في مهن المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التفكير في تعميم هذه. تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت. سيد النائب. نعم. السيد الوزير المحترم، هذا الشيء كامل اللي قلته زين، ولكن انا كنقول لك على انه هذا الشباب اللي تكلمت عليهم هذا الرقمنه، راه كاين شباب اللي ما لاقي كاع ما ياكل عادي. يفهمنا في الرقمنه، راه حنا ما مغطينش المغرب بالويفي، وهذه المسائل اللي قلتي كلها لا يمكن ان تتحقق في الهوامش وفي القرى وفي بعض البوادي التي تعاني التامين.